كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب دي بتلفزيون أسنات نايل سات فريكونسي 10510 ورلايزيشن فيرتيكال سيمبول ريت 17500 السكرتريا جمعته سنبتنيش لتتقدم تقبي كل الدين اللي هلو اريتريين هي بشبكة انترنت اللي تابعوا لقدرو حر راديو تون السلام عليكم. حيث تنسياتنا يوم 10 فبراير سنة 2010 وحتى جمعته كان يوم كان سيوب قلنا بتأخبار يقول لك راكلكم كسلف أرس أخبار اتحاد أوروبا إريتريا من تجراي في شفاق ديشا قلت تصحاب وجبت لبل شرح أفقرام حكومة توبيا إريتريين لاجين نبروت العلو مع ساكر شمال باوحسات قلت تبوكم قرارات مسؤول قسم لاجين وعايدين توبيا سيتصفهم قوزا شرحام لعبيرس أخبار ترسمت أنكم تفاصيل السلالة يقولكم إريتريا من تجراي ديشا قلت أصحاب أمريكا لقدمت تليكا تأييد عالم الدراسبات اتحاد أوروبا ما إريتريا من تجراي بشفاق ديشا قلت أصحابكم وجب التأفقري شرح بورهلام أمبل اللي ما اتحاد أوروبا تنشر شرح تقليم تجراي سدايت إنسانية قلت إيه حكومة توبيا قلت تسمح كمبات على قدوم هلام التجراي سك أسرته تأصل جرائمكم قبا عند أشرا تقرير اتحاد أوروبا اللي زياد قلت كلام دور عبل هلالو ديش إريتريا من تجراي بشفاق قل فقركم وجب حبور هلام اتحاد أوروبا اللي شرح الليل أفقر دي بهلام وزير خارجية فنلندا إيكا هوفيستو للتمرح فنتو الأوك السك أتوبيات الأكاتو وقستوم اتحاد أوروبا مثل قضية تجراي بالإصابات حرب أتوبيا قلت تهيب يممل على 8 مليون يورو سدايت مالكم جمدايا لتأمر اللي كانت تنتومي رحت ألمانيا وفرنسا بجهتهم مثل رئيس وزراء أتوبيا أبي أحمد اتاودوا مكالمات تلفون أسك تجراي شاف قدر عديد إنسانية قلت إيه وصحفيين لحالة من قروب قل تابعوا تجراي قل إتو قل لسه محلوم طالبان منه اللوم ابن عرقابيل تتمثل اللي تتوبيا التجراي وبعد أقاليم جرلها لا قتل كاشفوت وساجنوت لا مثل جرائم إجلي تري ولسه حكومة توبيا دبادبكم اللي مساقط حقوق الإنسان إطلعت عقبه تان حامتم حكومة توبيا إريتريين لاجين نبروت العلو مع ساكر شمال باوحسات قلت بوكم قررت مسؤول قسم لاجين وعايدين توبيا السيد تصفهون قبزا شرحام السيد تصفهون اقل صحفيين اتهبوا يشرح معسكر شمال با اقل الدبالة قرر ابو سبب من حدود 10 كيلومتر ليتا كم ريم واللي اقل دحن لاجين اندت بهلام وقلت مفوضية لاجين منظمات مجلس كران لا تقرر ورط معسكر لاجين من حدود 5 كيلومتر قليرين بل بالقانون لكيدكم تو وبالأساس قل الدباكم قرر أفهمام معسكر حساس هي لاجين قل مبورو تافهكم يكون
قدم سنة قل الدبا قرور من معلا هو حات التجراي تحكم ثبت على اللي قرار اللي يقل إيلة ناسا متاكل قابتكم على تسي تسفهون حبرام اتلهم كل وقت معسكر على حد اسرى ألف ارترين لاجين التجراي حربكم كانسام تيلولومكم يدلا منظمة مجلس كران تحبر معساكر شمال باو حساس ابعانكم دمرة وندام ابسات ليت لسا ورا صوركم هلا ما لتأمر حيثما تنسيتنا قل يوم دلول على أخبار دي بالله تامم هلام مثل كرنسي وقتل لكم حيثما تنسيتنا يوم كل أوت موضوع دزباتنا ما تامكم هلينا سلف وثيقة لمشة من رابطة أبناء منخفضات إريتريا لتأسيس أولي كفال من نقدم لكم توم قال موضوعنا أهداف ونشاطات منظمة توحيد الأصوات الإريتريا دي ألمانيا لخصيص مثل أستاذ محمد عثمان وأستاذ حامد سلمان لقبت مقابلة أولي كفال متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ طبقا ولا موضعنا قلنا انبيت كيرن سأيوب مرحبا بكم حيثما تنسيتنا يوم شابانكم بله لنا موضوع بخصوص وثيقة لم شمل رابطة أبناء المنخفضات الإريتريات. وثيقة لم شمل بحلت وحدة قبائل منخفضات إريتريا هي من حتى عمور ستاي ودي حتى تيشو متعقال اندي قبي وحدة قبيل منخفضات إريتريا بهلت وحدة أفكار وأهداف بهلته كل قبائل منخفضات إريتريا بأور فكر جلاب مصلحتهم وحقوقهم انبل مجاملة قلة قلب أبو عند تحسباته رابطة منخفضات إريتريا منظمة مجتمع مدنيته ديب سياسة انديت أتي نشاط نايا توعية قبيل منخفضات إريتريا بحقوقه مدنية لقبا وسياسية كفكم لحديو وطالب أبو قبي تتافحغلو كم حقوق ناي سلطة وكفلة من ثروت أو هي خيرات عدو من معادن لقبا وبترول وحقوق ملكية أراضي وبعد اللي كل حقوقكم سلتو كفو قبي اندودا كم طالبو رابطة منخفضات إريتريا ابحث حتى ديب قلد وحدة قبائل منخفضات إريتريا شارحته الليت منفعة وثيقة رابطة منخفضات إريتريا اقل قبيل منخفضات ليت اندي قبي اقول كل قبيل إريتريا بواجب نفع من قبي اقول كل منفعة با ديب أورا وطن لنبر شعب بسلام ورهية ومساواة وعدالة لنبر بسلال قبي رابطة منخفضات إريتريا جل سلطتي الشقيني سبت اللي كل أبودوح تتهاقى ديبو هي بحدام إيوسام ولاد عد كل متاكل ومآسي شعب منخفضات إريتريا واجب دراسة اندو دو ديبو كله ابحث حتى فرقوه وعلاج اقلو لقبي ديب إلا وثيقات كاتبا مهلو من هي
يوم 29/3/2014 برسمي برهان ريت وعدويته هي ابلها أنبل مقابل خدمه اللو ديبة تفاصيلنا إلى وثيقة شرح دين استبدي مفهوم منظمة مجتمع مدني ميتو ومن منافع با اقل وطن وقل مواطن قانون منظمة مجتمع مدني دي بعدنا مسموحته وبعد اقولوا لمثل شرح اندهبنا حقوه دي بميثاق وحدة وافكار واهداف قبائل منخفضات اريتريا ابحث حتى اقل نشرحوته منظمة مجتمع مدني ميتا اقل لبل سؤال وميتو منافعنا يا اقل وطن ومواطن هتبهلت وقي بجماعات لقبئتو مثلا من ثلاث ولعل قبئو أنفار جماعات لتبهلو اللهم جماعات مثل أورا فكر وأورا هدف تنح أقولهم وجهتهم كمان حد مثل ومثل إن اتفقوا قانون داخلي ديبول اتفقوا لائحة داخلية هي لبهل منها هي أهدافهم ورؤيتهم وكل برنامجات توعية أقول كل شرحه منظمات مجتمع مدني ربحية يكوني بهلت مكاسب ألباني شغله كله تطوعيته مثل حكومة علاقة ألباني بالله اتي وبالله فقريلا لبالله جهت من حكومة يهليتني من حكومة لتحديو تسريح الرسمية لقباء ليتاته أنفار مثل منظمات مجتمع مدني لتنظموا حقوقهم ومصالحهم لمنظمة خدم أقلهم اقل مثل اتحاد عمال ناس أنا من قبي اللي اتحاد كل حنت عدويته للي تركبوه أنفار جلاهم شكه قوانين مصالح عمال لفقر وكم قانون دولة قبي وظلم ديب عامل قبأ من قبي ابا قانون لدولة حقوقه ابعصوف كم لا قبل ودو أعضاء نيل الاتحاد قليهم أعضاء برلمان مطنحوه وكم أعضاء برلمان اندقب أو حقوق عمال اقلوا دافعوا مصالح عمال للحفظ قوانين اقلق بقى ضغط ودو وجماعة ضغط بهلو بعد ما اتحادات هلا كم اتحاد مزارعين حقوق حرستوت ديبوا للحافظو حرستاي كفو من أردو وحرسو منافعكم ركب قوانين اقلوا لخدم شقو ابقى لله بيلا قبي كمان قلت تشرح قدر مثلا محبر تو نيبل عدني إيش محبر ودو ودقع بكمان محبر الأسس مهمتنا إلى محبر هي لعد تطور شغل شقه مثلا تعليم وعافية واقتصاد اقل تطور يمأل بجهود وده اللي ما قوانين داخل الاتحادية مثلا اشتراكات شهرية الأفقرو ومنهم مشاريعهم للأشفق مطالبات من حكومتهم ودو وبالله هي لعد دائما ديب عبوت نبر ثبت اللي منظمة مجتمع مدني همتا دائما جلاب شعبتا منظمة مجتمع مدني ديب دول ديمقراطية بزحليت كما بينه مثل حكومات ارتباط ألباني حكومات اكوي قيست من هليت اكوي هليكم لبولهم وسنخ خدم من هليت هي لقل حكومة سنيت هليك لبوله ممكن ديب دول ديمقراطية بدور منظمات لتأمن سدايت ودي اقل منظمات لكن ديب دول دكتاتوريات مسموح قلا يكوني اقل من انبل منظمة مجتمع مدني دائما شعب تتحسوسه بحقوقه ديب سلطة لقبا وكفلته من ثروت شعب قلب حتى كرن وقل قلت هاجي توعية تهيبه ثبت اللي هي بأوروت نفر لا تتحكم دولة منظمة مجتمع مدني ممنوعته مثل اللي لكن دي بمنطقتنا اللي تركبها دول مؤسسات كمثل مصر منظمات مجتمع مدني هلاقلن وتغيير دي بحكومة مصر لقداميت اقلق بقى عبدور شقايا دي بتونس كمان باتحاد
اتحاد الشغل اللي تأمر محبر مظاهرات تونس بأمت ألبا دول استبديت قلي لبطر بشفاق نزميو ولا مظاهرات نجحت وحكومات غيرت. دي في السودان كمان منظمات مجتمع مدنيته تغيير حكومة لساعده. مثلا كل منظمات تأكبا باتحاد المهنيين لتأمرا بحت كرين شعب لنظمة والنظام غيره. دي بريتريا قانون منظمة مجتمع مدني هلا دي بريتريا قانون منظمة مجتمع مدني هلاني حكومة سميت منظمات قلت تتهدق يفتوني تهدقت من قبل هي تقرتهم تتربب لسبب يقولون سبتي تخدمني يمكن وروق اللي حسيفته من قبل اتحاد شباب واتحاد نساء واتحاد فنانين هلو لبل اللي هي يفالكم بلو اللهم دي منظمات يكون اللهم أجهزتنا حكومتهم من تأمروا حكومة إريترياتهم لخدموا حكومة سجنت من قبي أبشركوا البولا وحاربت وسرقت من قبي سدوا جلاب مصلحة الشعب ولدوا وجلاب مصلحة الشعب أصله بتاتا أخدمت واديام يكوني كل وقع يوم نظام تلخدم برنامج شغلهم كله ضد عمار واستقرارته يمقلبوا مسايب دي بشعبنا واديامتهم حسابات دول متي تاريخهم هي تعليمته. حكومة إريتريا اقل شعب قببو شعب مصلحته إلى أمرني هنا تلن أمر مصلحة شعبنا لبلو شعب هنا لو ديناهاتو اقل لك بق وجبو وجلاب شعب هتوم هي سنيت حتى واجام يكوني أنبل سجون وشتات وجهل وألهش وحمام لتحاسبهم ألبوني دائما حكومات لتحاسب منظمة مجتمع مدنيته سبت إلي دي بدول دكتاتوريات منظمات مجتمع مدني يلتفتيني فائدة عندت نظم كشقية ميتا عندت نظم كشقاب منفعته قياس ألباني كما ذكرناه حتى محبر دول وده أو هي جمعية ودول وده اشتراكات شهرية من اشتراكات شهرية لجموعه مسكين ساعده وبايت لأدره ومثل حرسه ومثل بدكو وجلاب عبوت عدوم مثل هدقو تعليم قلت تطور مدارس فتحوا وعيادات بنوا كمان مسؤولين اندحروا كم قيادات نايلعد شقوا منظم دول تهلي قلت تطور ساهلته منظم دول أنح حقوقها دول طالب هجياكة تتسمع منظم دول أنح قلت سلطة دولو يتأنح كالأوقات من قبئ هي اندت نظمك طالب با خيرات منطقتك كفلتك منا عباي قبئ يقول مثل أرد واسع دول بكا بجمعيات عند وديكا نوس كتحرسو مستثمر قانا عندما تأين السؤوني خير عد كسبت قبا سلف ناينوس كاتو من كلا ترفت هي بإجازتك مستثمرين تتهيب من بنكي بسلفيت طلب ودي واردك نوس كتتنفع با بعد كمان ثروات معادن كم ذهب مسل وبترول كل اللي خيرات عدكاتو دول بجمعيات منظمة أنح حكومة كمسل حديت يتترهديبوني قوة تنظيم سبت بكا تتفرح وتتفتي منظم دول أنح قدامك برلمان لأتي ودي بقرارات حكومة تأثير قبي اقلك رأيك لتسمع اقل مثل ديب إريتريا ديب كبسل هلا عدوتات كلهم ديب محبرات نزومامتهم وعكسنا ديب منخفضات إريتريا لتركب شعبنا ديب محبرات نزوم يكوني كفنقح اللي حكم منه دول تتخارج نزوم يتأنح سلطة الأبكاني وخيارات منطقتك حكومتكم سلحزيت والدديبة اقل دول تبل قدام ديب برلمان حقوقك ومصلحتك اقلو حقل قبي يتتركبني ثبت إلي رابطة أبناء المخفضات الإريترية اقل إلي وأقولوا لمثل متاكل
قلت عاج شك هليت شعب منخفضات شعب بتاريخ أمور ديب ندال إريتريا ضد مستعمرين بعد القرار ديب أنتو يوم هلا كم يهلا قبقى أسبابه هي أوله عدم تنظيمته لبعد أسباب هي حقه اللي سبب لمطيته من اللي انت تبقست رابطة منخفضات إريتريا كل شعب منخفضات بأفكاره دي بحد اقل قرب وإلا وثيقة بواجب عندك رأيا كديب عمل قلت وعل قبأت من قبي من أذي قل حساب وجب هيسمى تنسيتنا ديب كالاي كفال ميثاق رابطة أبناء المخفضات الإريتريا بحت حتى لبنود قل نشرحته اللي لتلنقات هي قل لقبأته سببنا إلا مبادرة لتكتبت أبو كمسلهما تعريف قبيل منخفضات إريتريا ومعاناة مجتمع منخفضات إريتريا مبهلت أكي حال قبيل منخفضات ميتو دبينت نشرحوتو هدفنا إلا مصدر ميتو أو هي رابطة أبناء المنخفضات الإريتريا أقل ميتو من هي رؤيتنا ورسالتنا واندت لنا حقوق ومبادئ كمثل حق ملكية أرض حق عبادة حق لغة حق وحدة شعب إريتريا وحق ثروة وحق سلطة وثروة وحقوق شهداء ورعيل أول ومنادلين وحق لاجئين وحق تعدين أو هي حنافال ناي ذهب وبعد بنود كله أبحث حتى قلنتنا ولوتو أقول اليوم إلا ودحنكم أسك جمعة حاريت الدحن تتنحنا عواد من قبي خبز حوتم بيتي بهجي لني بهجي 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 لني بهجي 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 يعذب القلب الليل عندر كنبي عروبا يقول صحي الحسا كون دبنا برهان فلحا لدت كزانا حشخ بالله ملع عودي دراقتك حدا معدي باقي لني باقي يكون ريقدي حرايدو عالمي حرايدو هابني تعم كل عمدو عقلني أبرز اللذل زاليتين وانك بكسا وفيري بديك اللسا حرايدو سوك عكوش لغي حاوية أنا من دليل حرائي هابني سلامي باقي حدنت يا حيوي كملكا زامبري فتحو انتزاري سلام تنفس رواق نستنفس حدنت يا واحد حنجيات الليتي هنقوم زبلع عمري رهوا سلام بيتي سلام كسلامي أهدي خادلتي أكاي وقي كزنت كما وبندليلو سماعي ولا تخلف تعرف وكنت جميل الدر كذا بنا أكبر
سنايك خول دعمي معارك بس استسمي بهقين عن لومي بهقيت قادة سلح شنقيدة تنفذ سلح ربا يا زلم البوي فريدي سماي ولا ذيب العلاي تجاورك تحتاج سلام باللي تدرج سلام كله وقلبي سناي من العالم لا 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 يا 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 ما كلاي وكيل وتدرك برا ولا يروح وان حد مع الزلام حاجة رمزها حاجة رمزدري تضعنا تضي هذا اللي في التاريخ بس نفحش كاقمت تغرد لي خاصني تتباتني كاتلعاب اللي صحي وتمني عينو خفيف العلاي بهقيك زنت كمان يبلبلني السماي ولا تخيلت تعرف لا دميري ترى زبالي يسكبر سناك غول دعمي معارك بس استسمي بهقين عن لومي بهقيت قادة سلا كنت ايدة تنفذ سلا ربا يا زلا الضوي فريدي سماي ولا ذيب العلاي سلام باللي تدرك سلام كله وقت سناي من العالم لا 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 يا 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 ما كراي وكيل وتدرك برا ولا يروح وان حنت مع الزلام حاجة بسمع حاجة بمدري تدعنا درك هذا اللي في التاريخ فتنفحش كاقمت قمت تطرر خاصني سني تتبادل كاتلعاب يصحي يطني يبصح مرحبا بكم حيثما تنسيتنا من اللي أتلينا أهداف ونشاطات منظمة توحيد الأصوات الإريتريا لاكسس مثل أستاذ محمد عثمان وأستاذ حامد سلمان ملهينا عادل صالح لودع مقابلة الليل أولا كفالة نقدم لكم توم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيثما تنسيتنا يوم كل أود قاشا إن لطبتنا ما تامكم علينا سلف أستاذ حامد سلمان وأستاذ محمد عثمان يوم بخصوص منظمة توحيد الأصوات الإريترية في ألمانيا التي تتبع منظمة قدم كل سنة يكون زيادة كذا تأسستها لم كلود قاشانا يوم من قياداتنا إلا منظمته. فسلف مرحبا بكم أستاذ حامد وأستاذ محمود يجيب كن رئيس أيوب. مرحبا عادل. أهلا بكم. سلف سميت مستنسيت قل حمدكم وفتح عندي أتلينا سؤال مباشرة للأستاذ محمود ممكن توضيحه كنا منظمة توحيد الأصوات الإريترية في ألمانيا ميتر مفهومنا هي مو بحلتها ولا فكرة كفوتة يا ريت تقول توضيح من تايبنا. أيوة السلام عليكم. طبعا جمعية توحيد الأصوات الإريترية في ألمانيا الأيام تمام 2018 أواخر 2018 اجتماعات شكلت كدي برلين يقول أكبنا ومنه لمنظمة حوالي 2019 شهر 5 شهر 4 أواخر 4 تأسست تقريبا 10 من ما يقارب 38 منظمة مدنية وحزبية اجتمعوا وكونوا لجمعية تكونت.
الأسماء طبعا منا سما واضح إنه منظمة الجامعة، منظمة جامعة للشتات الإريتري في ألمانيا بالاختصار الواضح. طبعا مقرها طبعا دي بألمانيا، ده هلا دي بمدينة في سبادن تو، وتسجيلها طبعا دي بتاع ألمانيا كمان تعمل. طبعا الاسم للجمعية هتول معناه توطيد، يعني توطيد وتعزيز العلاقات بين الشتات الإريتري ومؤسسات العامة والخاصة دي بألمانيا الهليت. والغرض منها طبعا إنشاء طبعا التعاون السلمي، يعني كهيئة تمثيلية للشتات الإريتري. من أهم طبعا الغرض اللي هي يعني الشرقيه هو دعم وتقوية المجتمع الإريتري من أجل تعزيز التسامح والتفاهم والصداقة بين الشتات الإريتري في ألمانيا. النقطة الثانية والغرض الثاني هو تعزيز الاندماج والتضامن والتعاون في إطار مجتمع ديمقراطي وتعددي، اللي طبعا قلنا التعدد الموجود باختلاف الانتماءات الحزبية والمكونات ده يديها نوع من الاندماج عشان التعاون يكون سليم في المجتمع. الغرض الثالث هو إدراك ومراعاة الآراء المختلفة وتحويلها في الاستراتيجية مشتركة قائمة على المصالح المشتركة. وفي الآخر طبعا اللي هو التسامح، التعاون السلمي وتعزيز المواقف الدولية والتسامح في جميع مجالات الثقافة وفكرة التفاهم. إديت لا غرض مننا لبنى تأسيسه، يعني قلنا نسأل قلنا شتات هلا والقدام يعني المجتمعات الإريترية الموجودة في داخل ألمانيا. تمام. أهداف اجتماعية ولمسلته فعلا. أيوة. فممكن أستاذ حامد سلمان دي بقول لك كمان بزيادة توضيح وهبكنا يعني أكثر من 38 تنظيم وكان منظمات شهور وكام علو. فممكن أحمل أنت أستاذ حامد سلمان أو منا مسؤول الحزب الفيدرالي الديمقراطي، أنت من أنت وأستاذ محمود من رابطة أبناء المخفضات الإريترية. فكده فكرتك هبنا عن بعض التنظيمات شوية كده، كم إن شاء الله يعني يمكن كم تنظيم وذكرك قلنا شوية فكرتها بنا التنظيمات وشاركة وجيبة. نعم نعم. أولا قل عادل وقل مستمعين إذاعة سأيوب ومستمعين كوند بإريتريا الهلو بالذات سلام ومرحبا قليب اللهم فتيه. وكم سلا أستاذ محمود لبيلايا لمنظمات أصلا قل إريتريين مثل قد تجمعهم دي حتى كان ندقصوا قضاياهم قل ناقشوا مثل حكومة ألمانيا كمان اندت واصلوا مثل أحزاب مثل برلمان مثل حكومة ألمانيا مثل قل تواصلوا كمشاكل من هلا قلوم مشاكلهم قل حللوا قلوم. وكمان لمشكلات الذي بإريتريا هليت لقل لاجئين من إريتريا أما هليت 100 سنة قلوا هم الألمان وسنة تتشرح قلوم وقل تابعوا وقل إجراءات اللي دوديبا من قدره. يعني لتنظيمات دي إلا منظمة توحيد الأصوات الإريترية في ألمانيا لشاركت منظمات بزحتها، يعني منظمات سياسية، تنظيمات سياسية، أحزاب، منظمات مدنية، جبهة التحرير الإريترية على رأس المدعوين قل من المؤسسين قل منظمات حتيتها حزب الشعب الإريتري، الحزب الفيدرالي الديمقراطي الإريتري، جبهة الإنقاذ، رابطة أبناء المخفضات الإريترية كمان من المؤسسين. وطبعا
نائب رئيس المنظمة هو من رابطة أبناء المنخفضات الإريترياتو، وإلهم كلهم حتى كان عند قصوا عند جمعوا يعني مثل حد عند كبتوا حد عند قبلوا مثل لمجتمعنا إريتريين دي بألمانيا لهلا أقلوا للسنة وأقلوا لا تحيس مثل حكومة ألمانيا عند تواصلوا كأقلق اللي شقوا وتوم نوسهم حتى كان عند قصوا لقضاياهم قل أو ومقلي دوكم قدروا قل إريتريا قل شعب إريتريا اللي يتو لمنظمات الهلدي بقى ومنظمات بزحتو عند قل مؤتمر عند قدام يقولون عند الاتلاكوا ودعوات عند للأكو نفر يحقوا دلا ركبوا أسألوه يعني باللمساء يعني بالذات دي بألمانيا أعضاء لبو دي بألمانيا فرع لبو لاكو وحضرا يعني ولا جهة إلا منظمة توحيد الأصوات الإريترية إقلاء أصلا إقلاء لسديت وإقلاء لدعمت وإقلاء لسن يعني مثل لبطرت سكسن إقارات بطر وتأسس منظمة ألمانية هي دوتش أفريكا شتيفتونغ لسماء يعني المنظمة الإريترية المنظمة الإفريقية الألمانية اسمها مؤسسة ألمانية وهي تمام مثل حكومتنا ألمانيا عند تواصلت كأني إريتريين مثل عند تقصوا كرنتوم قل نسمعنا حزه لنا مو مشاكل واجههم كم هلا قل نسمعنا حزه لنا قلنا أسمعهم حنا ما ممكن هلا من جانبنا كأن عند تقصوا كأن دي إلا عند فكروا حقوهات لمنظمات تقلا قدام لا كو أحزاب كل شاركة ديبا وكأن تأسست لمنظمات ولا لمنظمات إريتريا لهلا ديبا هي اللي تو كلهم معارضينتهم ولا أورو من حكومة أفريقيا هلا ديهم كلهم معارضينتهم ولا حكومة ما تأمركم اللي تجمعنا يا إريتريين ضد نظام إريتريا ضد نظام ديكتاتورية دي بإريتريا لهلا ضدوته لا نتحركوا. نعم أستاذ حامد كويس توضيح تمام. بالنسبة لنقطة اللي طبعا منظمة يعني منظمة اجتماعية في طابع سياسي اللي أنا سألتها لأن أي تجمعنا إريتريين ريكاو من قبل دائما لقب من قبل دائما طابع سياسي ترانسي واللي كمان منا دي بشرح لكم لزهراته. طيب أدلوا يعني لب منكرر دائما دي بقول تجاربنا ندالنا تنظيماتنا إريتريا دائما حتى مشكلة بوم دي بكل تنظيمات حتى مشكلتهم مسك زي العالوجة قادرام لي هلو حتى مشكلتنا لا علاقات عامة تمثل دول البرلمانات ويعني ومؤسسات حكومية دول دي بنبرم علاقاتهم ممكن يعني صفر تمن كمان يعني يمكن مبالغات يكون جنبا. فإلا منظمتكم مباشرة أزل حركة من منظمة ألمانية بدعمنا يا ثلاث بقست فدي بالله مثلا يمكن في العلاقات العامة مدور دي بالله تجربتنا كده سنة سهلة يكون فهل علاقات عامة دي بقى مي نجاح وديت أو كمان من نشاط ودعلت بالأستاذ محمد عثمان دي بالله وعلق قلنا. جميل. شكرا أستاذ عادل والأخي يوهنس وراديو سايوب. أنا قبل طبعا شطحت شوية وما يعني تحكي يابكوكم لدول والمستمعين كمان يعني. شكرا. من ضمن الإنجازات لجمعية لودية توحيد الأصوات فعلا كمان بيلقى أستاذ عادل إنه سنتين يعني زالت يكونين لكن يعني بالنسبة مقارنة بالوقت اللي نسناه يعني عملت كثير في تكوينها في التعامل. من ضمنها طبعا أول حاجة بديناها كان طبعا لتكوين نوصل فرق العمل ومجموعاته. بدأنا في تكوين فرق ومجموعات العمل بين أعضاء مجلس الإدارة
يعني كله في مجال اهتمامه ومهاراته لهليت له. فمثلا يعني وضع حقوق الإريتريين في ألمانيا اللي مجموعتنا سألتها كل أورو طبعا حقوقهم للرئي ولا اهتماماتهم للرئي. قضايا اللاجئين الجدد ولجدائد الهلا ولا اندماجهم نوسط المجتمع لهلا اللي ما برضو مجموعتنا سألته. مكافحة العنصرية والاهتمام بالجوانب القانونية. بناء الثقة يعني من أكثر الحاجات اللي عملتها طبعا اللي بناء الثقة بين والمصالح الوطنية المشتركة. الأدام نوصل أحزاب لهليت ولا تجمعات حزبية لهليت إلا نوصل متنافرة من بعض يعني كإلا مثل حتى لو تبصحهم وتتفاهم مسلوم كل أوروت لرأيه دول أقل شيء يمكن تغارب مصلحة مشتركة مثلا. ده طبعا عن طريق الوسائل الإعلام وبكل أنواعها واللي فتحناه والحملتين نوسو تم من الجنسين يعني من النساء والرجال إن حد اللي اثبتوا حس يعني أفكارهم اللي هبوا اللي مجامع للتكوين وديته. مثل كمان طبعا بناء التواصل والعلاقات مع جميع المنظمات الإريترية. دي الحاجات دي الأشياء اللي كانت يعني أدام مثل ندقاسة ورأيه اللهيب. ده خطوة كبيرة طبعا. جميل. التركيز تركز على الشباب بالذات على الشباب حنا صابته لشغله الرئي مستقبله الرئي ومن رفع الوعي السياسي وحقوق الإنسان يعني في داخل ألمانيا بهالديبو اللي الإنجاز لأول لتكوين لفرق لنال شغل سدي تبوتو. الإنجازات كالآية طبعا السياسية في داخل السياسة الألمانية إنه يعني وقفت مشاريع يعني كانت يعني تسيء يعني للاجئين وبالله نوسع علاقات الحكومة الألمانية مع النظام الدكتاتوري دي بريتريا اللي ما أبطلناه يعني عن طريق إنه طلباتنا حزب البديل على أفضل البهل اللي طبعا قدام لاهتمامه كله على أنه الإريتريين نسله اللوحة ولا الاتفاقيتنا سلام إثيوبيا إنهم بيلو خلاص يعني الوضع يعني مكتمل والاستقرار ما زال بيلو سلام ما زال بيلو كفكرة على دقلوم اللي الإريتريين نسله لو لاجئين اللي بيوصوم كهتهم أبا طريقتهم أبا تحزب مشارك في الحكومة طبعا قدم طلب بالله برلمان ألمانيا إلا فكرة الإنسان. والحمد لله طبعا بعد شغل جهيد يعني أبطلناه لفكرة الإعادة. جميل. فعلا أستاذ حمد قلت وسدي باتو لكن مثل السؤال كمان سؤال أنت قد بيعمل يعني ما بريه زيادة قلتها بنا طبعا لولا خواجات يخصصون خاصة مثل ظروفنا عالم لنا تطرف واللي أمنيا مشاكل اللي حصل على دبا الشرق الأوسط لقبا دبا أوروبا امتداد لوداها مشاكل أمنية ف تجاهنا قرن أفريقيا ممكن مشكلة ألبوم ولو سياس من لحكم سنة المهم هم حياة لأمن بس يعني دي بقى كانت مشكلة جديدة مثلا أو كان بؤرة جديدة تفتح دي بندي كان دائما كم سلوته لشعاراتنا وبالتالي من الأستاذ محمود بيقول على توضيح يعني طالما سلام جو أفنج أفوركي وفنج أبي أحمد لبعدام قل عبله بوم إحنا اللي هتات لنا حزة واللي بدرفات طبعا هذا دي بالله يعني ندوى السكة دي بقى عامة إلا وجهة نظر لنا كفوق يعني كفوق تتغير قدر يعني يعني هل تم الشعب الإريتريا أمرامي هاللون وفهمامي هاللوني يعني شعب مسالم كنسلتي لأمورون وبالتالي بدل ما بؤرتنا إرهاب جديدة تفتح لنا ديبكين سياس رواسل من اللي فهم اللي تندب بسوا قدام اللي بلا سر الحزب العالم دي بالله كده ما معلق كجنة أيوة كم سلس سوري
ايوه كم صلى استاذ محمود بيلايا لحكومه حكومه المانيا يعني احزاب بزحت لشوروك ديبا يعني لحكومه اورا حزب يكون بودجيس يعني كرأي اورا يكون بودجيس كمان يعني اورا حزب ك رأي الأمصي وديبا برلمان قدموا ومنا لحكومة كسياسة تنفيذية ناس كالشقب بوزارة الخارجية ديبا دل أكتو يعني كأزي حقولا مصالحة مثل أبي أحمد ودا اللي أساس أفورقي حزب البديل من أجل ألمانيا تحرك وبيلا يا أخي إلهم جماعات للاجئين الإريتريين دي بالله عده لو عدهم سنة وسلام بيتو خلاص أزي جنب لسهم نأمبت نبيلو دي بقى تحركوا يعني الحكومة والتبرلمان مشروع قرار دو قل حكومة قل هوبو يعني لكن أذا أنا دي بقى كان انتبه الكهامة دي بقى قبل كلهم حقوق إنسان أبو مرة بزح لبومني و إلا لبيلكاها نحن منا قلور إينا يعني لأحزاب لبعدت الأحزاب دي بألمانيا اللي هليت إلا مسألة إلا مرة تردوا دي بقى علو يعني سنبات رو دي بقى يعني أريتريين أردوم أسك أزي دي بخطر هلو قل أقبلوا إيك أدروني لحكومة قدام سجن مبل سبب قدام قتل إعدامات ودي اختفاء قصر ودي خدمة عسكرية مستمرة بدون حقوق استعباد اللي كله شرحوا دي ببرلمان إلا اللي قلت له كتب لكم إريتريين قلنا بلسوم قانون نيدة لتب لكم إلا يتقبئن بيلو كعارضو كأودك أو التا برلمان إيجيساني يعني فإلا إذا مترئينا كلهم يكوني بزحامه لو لمشاكل لنا يلاجئين فعلا يعني فرهم إننا لاجئين ينصر مشاكل قل إليدو وقلوم وعبء اقتصاد قل إليبوم إلو كله لحسوبه لكن كمان مسائل جادة وخطيرة وسنت شرحت قلوم من قبل وسنة أمراو من قبل بطرديبا يعني أذا اتهق ياكا عنده ليك أستاذ عادل انت يعني لحكومة لمنظمة توحيد الإريتريين في ألمانيا كمثل من حكومة ألمانيا مساعدة لناس أو من هتا للساعدهم قل إيه مثل هتا يكوني قل تأسيس لحركوه قل مجتمع دي إريتريين دي بإنسر دي إلا ألمانيا لهلا هتومتهم لمؤسسة المؤسسة الألمانية الإفريقية الأولى هتاتا لأسست تقل منظمات والأدام تحركوا كجمعوا كأنه منظمات ودو واجهت أنك أسدلكم كمثل حكومة قد تتهاقوا مشاكلكم قد تشرحوا لا وهتاما الحكومة مكم رأي ميتو قد تأريكم وانتم مثل قد تتعاونوا ولا لاجئين انسر اللو تقلوم مشاكل من بوم لمشاكلهم كفوق تتحلل مثل اتخاذ قرار لنسؤولي بحكومة مسلوم من تهاجيكم قبي من ركبكم مشاكل قد تحللت قدره وكمان لحكومة ألمانيا لمبدأنا يا ديمقراطية ومبدأ لنا يا حقوق ومبدأ لنا يا قدام من أحزاب مختلفة من مجموعات مختلفة من أماكن مختلفة مثل إندج جمعة مثل إندج قصة كمثل إندنا قشة مثل قلمبركم قدر إلا مهتم كمثل مبدأ إندنا سوا إلهم إريتريين دي بالله ألمانيا الهلو كلهم أحزاب مختلفة لقبوا منظمات مختلفة لقبوا إندج قصة مثل كإندت واجهوا كمثل قلوم لا تحيس قلشقو اللي كمان حتى منا أهداف لنا يا لأهداف إلا منظمة أسست أبو أورا منه الليتو كأزي من حكومة ألمانيا مساعدات ألبان لمنظمة أمانة الأسئلة كحوي عادل لمنظمة لمساعدات من آيات مثلا منا
من جمهوره ومن عضويات مصا يعني قدام اشتراكاته دفع الأحزاب لديبة شركة الليت برضو مساهمات الدفع سنوية ولا قدام كل أعضاء ديبة لو دفعوا يعني مناته بس بدي إلا بس يعني مساعدة من حكومة ألمانيا على بومني لكن هتوم التأديهم لهليت بشقوا وإن شاء الله دي بمستقبل كمان سنق اللي تطوروه واللعبوا مفتة يعني. لا كويس يعني إلا طبعا السؤال كمان علت لكن طبعا تعلم ما بالحكاية مسألتنا لما ضرورية تتأمر أن منظمات اللي كله سلاجب بلعوه أموال قدام نفسه وكنه ودير بل يما لبه جيه الله وطبعا انت أمره اللي كان نظام ديمقراطية الله اللي طبعا إلا حاجة إلا تجرب يعني اللي من بالمال قدام بلعوه اللي بالهجاته كويس أنا برهكاها يا ريت أستاذ محمود هذا حتى حاجتي أنا مي على حد مثلا كدي باللي إريتريين دي بأوروبا له عامة يعني هل يعني جالية ألبومني هل لازم منظمتكم يعني جالية قلت لو يا ريت تفكروا لكم قبلين لأنه جاليتنا حكومة إريتريا أمرها لك جالية تجارية تام قدام مال ترد بالعلوات فالله حالة اللي يمكن تحجر ندع بالكدي بالكفار اللي قلنا بقى مسألتنا جالية تفكروا دي بالكم. ايوه شكرا سعد. الجاليه طبعا تعتبر هذا توحيد الاسواد مع جمعيه توحيد الاسواد تعتبر هي جاليه كبيره يعني صراحه دهليت مازال لكل الاريتريين دهليت لكن لشغل مثل لمنظمات وجمعيات في داخل المانيا لو كلها كان مدن مختلفه دي بالمانيا لو مسلوم شعينا من قبل تعتبر يعني جزء من الجاليه شغل جاليته يعني لأن اللي جمعيات لنا عايش نسال هلا على حسب مناطقه اللي مسنا دور شاكو مثل جمعية توحيد الأسواد دور شاكو أول معلومات ركبوا وكان دول طبعا يعني رأسا من الحكومة الألمانية يعني استشارت لي من قبي شغلها هلا من قبي عن طريقنا أقولهم بس كأقولهم بس احنا من قبي ده يعتبر كان ده هلا ونوصوم حدهم اللي هو يساعدوا معلومات ركبوا كأنه نوصل كشغل الجاليات وما بالاسم كاسم جالية لكن يعني أهم شيء إنه المعلومات ده ركبنا حكومة ألمانية ودي بقى منظمات وجمعيات والبسة معناها إنه شغل في برنامج إنه في شكل تبادل معلومات عبر وسائل التواصل يعني كمثل يعني بتلفونات وواتسابات ما بس اللي بنا فيسبوك كلكم سلوت بهالكات يعني تبادل معلومات أبوها لا أو إذا كان يعني حاجات رسمية مثلا من قبل من الحكومة الألمانية عبر الإيميلات هلا بلوم بصحهم يعني طريقة الPDF وحاجات زي كده بس حتى اللي تعادل الريكا بس هذول الساعة يمكن حامد كمان يعني ذكرها شوية لا أزمنا لموضوعنا إلى حزب البديل من أجل ألمانيا دول اللي نوص طبعا كان مستعد استعداد تام إنه الإريتريين ينسلها له بس بالذات الفترة الأخيرة نسلم ما سووا اللي قبله يعني وعن طريقهم طبعا تتعامل الحكومة إنه مساعدة اقتصادية بالدولة بس لهتهم لحاجتهم يفكروا دي بأنه كيف تتعامل دولة ديمقراطية بالدستورية بالمقام الألماني هنا مع دولة ديكتاتورية اللي يتولى لسباب كل أبطلناهم كان أيت ما اللي تجربتنا يعني صار بدري أيام 1992 96 كان في يعني عودة طوعية برنامج عودة طوعية لمساعدة الحكومة الألمانية كان الإريتريين المتخصصين يعني ما يقارب 1000 واحد من المتخصصين في مهن مختلفة أقبلوا كان جيسوا طبعا الوضع طبعا اختلف يعني نشاطاتهم عرقلت النظام أشكالهم أتى
يعني سرهم قلع أقبلوا ذات سرهم أقبلوا 800 شخص منهم أقبلوا. تخيل أنت من 1000 واحد 800 شخص أقبلوا لهم. اللي طبعا نظامنا حكومة إريتريا أمورته دائما خادعته همته دائما همتنا مالته قروش أنت قروش كان أنا صح تاني قروش من بقى سكة قروش كبرلا ملايكات وقروش من يعرف كناس ملايكة يكون لازم. المهم حيسمى تنسيتنا ولا كفال مقابلتنا مثل حو حامد سلمان ومحمود محمد عثمان بيقولوا خلوا سامر لنا سكة على أي كفال مثل إيه وودحكم وسلامتكم. حيثما تنسيتنا أهداف ونشاطات منظمة التوحيد الأصوات الإريترية لا كسس مثل أستاذ محمود محمد إسمان وأستاذ حامد سلمان ملحين عادل صالح ودي مقابلات أولي كفال دي بلا تمام هلام كالاي كفال تتمت إسامن قلنا نقدم وقلكم تو أسكو دحن وسلام. إريتريا من تجراي ديشا قلت أصحاب أمريكا لقدمت تليكا تأييد عالم الدراسبات اتحاد أوروبا إريتريا من تجراي بشفاق ديشا قلت أصحابكم وجيب أفقري شرح حبور هلام أمبل اللي ما اتحاد أوروبا تنشري شرح تقليم تجراي سدايت إنسانية قلت إيه حكومة توبيا قلت اسمها كمبات على قدوم هلام التجراي سك أسرته تأصل جرائمكم قبان دا أشرا تقرير اتحاد أوروبا اللي زياد قلت كلام دور عبل هلالو ديش إريتريا من تجراي بشفاق قل فقركم وجب حبور هلام اتحاد أوروبا اللي شارح الليل أفقر دي بهلام وزير خارجية فنلند تيكا هوبيستو للتمرح فنتو الأوك السك أتوبيات الأكاتو وقتهم اتحاد أوروبا مثل قضية تجراي بالإصابات حرب أتوبيا قلت تهيب يممل على 8 مليون يورو سدايت مالكم جمدايا نتأمر اللي كنا تنتومي رحت ألمانيا وفرنسا بجهتهم مثل رئيس وزراء توبيا أبي أحمد اتاوى دوما كلامات تلفون أسك تجراي شاف قد راديس إنسانية قلت إيه وصحفيين لحالة من قروب قل تابعوا تجراي اقل إتو اقل لسه محلوم طالبان منه اللوم ابن عرقابيل تتمثل اللي تتوبيا التجراي وبعد أقاليم جرل هلا قتل كاشفوت وساجنوت لا مثل جرائم إجري لي تري ولسه حكومة توبيات دبادبو كمليت مساقط حقوق الإنسان إطلعت عقبو تان حامتم. حكومة توبيا إريتريين لاجين نبرد العلو مع ساكر شمال باوحسات قلت تبوكم قررت مسؤول قسم لاجين وعايدين توبيا السيد تسفاهون قبزاي شرحام السيد تسفاهون اقل صحفيين اتهبوا يشرح مع عسكر شمال با اقل الدبالة تقرر أبو سبب من حدود 10 كيلومتر ليتا كم ريم واللي اقل دحن لاجين اندت بهلام وقلت مفوضية لاجين منظمات مجلس كران لا تقرر ورط معسكر لاجين من حدود 5 كيلومتر قليلين بل بالقانون لكيدكم تو وبالأساس قل الدباكم قرر أفهمام معسكر هسات هي لاجين قل مبورو تعفهكم يكون قدم سنة قل الدباك قرور من معلا هو حاد التقراي تحكم ثبت على اللي قرار اللي قل إيلتنا سامتا كل قابتكم على تسي تسفهون حبرام التلام كل وقت معسكر لعلو حد 10,000 إريتريين لاجين التقراء حربكم كانتام تيلولومكم يدلا منظمة مجلس كران تحبر معساكر شمال با وحساس ابعانكم دمرة وندام ابساتليت للصورة صوركم هلا ما لتأمر
حيسام التنسيت كرن سأيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا. متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متركمتو أسكو دحنا اسمنو.